طول عمري بسمع عن كلمه ازاي تشحن الايفون بباور بانك. انت مش عارف ان ده هيدمر الجهاز؟ انت مجنون ولا ايه؟ ده هيدمر بطاريه الايفون يا ابني. الباور بانك ده للضروره، بس اسمع مني. طب انا اعمل ايه يا جدعان؟ ما انا بره البيت بال 20 ساعه، هشحنه فين؟ لحد ما لقيت الوحش ده، وده من الاخر بقى. ده الباور بانك ال 20000 ملي امبير من شركه شاومي بسرعه 50 واط. هتقول لي بقى يا ال 50 واط هيبوظوا بطاريه الايفون؟ مفيش الكلام ده. بقى في باور بانكس كتير قوي موجوده في الساحه بتعمل بتقنيات جامده جدا، وكلهم شغالين بتقنيه اسمها اخرك فين. اخرك فين دي اللي هو اخر سرعه شحنك فين بالظبط. يعني مثلا الباور بانك ده بيقدم 50 واط، سرعه شحن الايفون اخرها 20 واط، فكل اللي عليه الباور بانك ده بيديها سرعه ال 20 واط بتاعتها فقط لا غير. طيب المدخلين التانيين بقى نعمل فيهم ايه؟ اشحن بيهم ساعه، سماعه، ممكن تشحن تليفون اندرويد تاني بيدعم 33 واط مثلا، فهيديله 30 واط بس من ال 50 هكذا يعني. فبصراحه الباور بانك ده سداد. 20000 دول بيقول لك انت لو راجل بجد خلصهم. وعايز اقول لك كمان شركه شاومي مش بعتلي الباور بانك ده عشان نعمل عنه اعلان، بس يعني لو هتعملوا لهم منشن تحت في الكومنتس عشان نعمل اعلانات مع بعض ومنتجات كتير